أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. مريم بنت شاطرة وجميلة وإلى حد ما اجتماعية، بس في آخر سنة ليها في مدرستها وقبل الجامعة نقدر نقول بعدت عن معظم زمايلها، وده كان شيء متوقع خصوصا ان ما كانش في حد شبهها قوي. مريم كانت متحمسة جدا لدخول الجامعة، مش بس لانها دخلت كلية الاعلام اللي كان نفسها تدخلها، ولكن علشان كانت متحمسة تتعرف على اشخاص جداد وتعمل صداقات جديدة. وقد كان، وبالفعل مريم اتعرفت على مجموعة من زمايلها: داليا، مريم، علي وفارس. كلهم كانوا اشخاص لطيفة جدا، ولكن ميرنا كانت ألطف شوية، أو على الأقل ده اللي مريم حسته. ميرنا عرفت مريم على باقي زملائهم وحكت لها عن الإكس بتاعها، أو يعني علاقة الحب اللي لسه خارجة منها، وحكت لها عن أهلها وبدأت تشاركها في حياتها. ومريم كانت مبسوطة جدا إن أخيرا بقى عندها أصحاب، لحد ما حصل موقف كده. زمايل مريم من المدرسة بعد 4 شهور من بداية الجامعة كلموها علشان عاملين جادرينج أو تجمع كده، وحابين يكونوا كلهم موجودين. ومريم كانت في غاية السعادة، حست ان خلاص بقى علاقتها بصحابها القدام هتظبط وهتعمل صحاب جداد في الجامعة والدنيا آخر حلاوة. ومن فرحتها جريت على ميرنا وحكت لها، وده باعتبارهم best friends أو أكتر من أخوات على كلام ميرنا. ولكن حصل شيء غير متوقع على الأقل بالنسبة لمريم، وهو ان ميرنا اتعصبت وقعدت تقولها هما جايين يفتكروكي دلوقتي يعني ولا ايه، وكلام من ده كتير. وحصلت ما بينهم خناقة، وميرنا ومريم بطلوا يتكلموا لمدة أسبوع. وفي الأسبوع ده ميرنا كانت عمالة تنزل ستوريز انها بتخرج مع صحاب الجامعة كتير، وتنزل صورها مع داليا صاحبتهم التالتة، وتكتب عليهم my best friend، صديقتي المقربة، more than a sister، أكتر من أخت. وهنا مريم حست ان في حاجة غلط. أنا سلمى والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. اللي مريم اتعرضت له ده كتير مننا اتعرض له أو حصل معاه موقف مشابه، باختلاف المراحل العمرية. يعني الموضوع مش مقتصر على صداقات البنات بس لأنه بيحصل ما بين الولاد، ولا صداقات المراهقين بس لأنه بيحصل ما بين أعمار كبيرة كمان. وده ما يسمى في علم النفس باللوف بومبينج. يطلع ايه بقى اللوف بومبينج ده؟ باختصار شديد جدا، اللوف بومبينج لو هنترجمه ترجمة حرفية هنقول ان هو قصف الحب. يعني من الاخر حد فاتح حنفية حب في وشك وفجأة بيقفلها. وده مصطلح بيعبر عن المشاعر الفياضة اللي بيقدمها شخص لشخص آخر، خاصة في بداية العلاقة. بيبدأ الشخص يرمي عليك كمية هائلة من الحب والاهتمام والهدايا وكل المشاعر الحلوة دي، وبيبدأ يتقرب ويتودد ليك بشكل كبير علشان يخلق ما بينك وما بينه مساحة أو حالة كده إن هو الشخص الصح، واللي بنكتشف بعدين إنها حالة كاذبة ومش حقيقية، وبيبقى مش الشخص الصح. وعلى الأغلب معظمنا إذا ما كانش كلنا اتحطينا في موقف كنا فيه love bombed من شخص تاني، أو كنا فيه متعرضين لحنفية الحب والمشاعر الفياضة دي. وغالبا لما ده كان بيحصل ما كناش بنبقى عارفين إن اللي بيحصل ده اسمه love bombing، وكنا فاكرين إن الشخص اللي قدامنا ده بيحبنا بجد وشخص بيعرف يعبر عن حب. اللوف بومبينج أو حنفية الحب الغير مبررة اللي بتتفتح في وش بعض الناس هي حالة مش مقتصرة على العلاقات العاطفية بس، على الرغم من كون شكلها في العلاقات العاطفية هو الشكل الأشهر على الإطلاق، ولكن هي كمان موجودة في الصداقات. ومثال على ده الموقف اللي حصل مع مريم في أول الحلقة. إنما بقى أمثلة لللوف بومبينج في العلاقات العاطفية هو إنك تلاقي إن الطرف الآخر مخلي الدنيا وردية في البداية بشكل مبالغ فيه، good morning text و good night text وهدايا ومكالمات واهتمام من هنا لآخر الشارع، وحكايات عن ماضيه علشان يكسب ثقتك. والتوبينج بقى اللي هنحطه على التورتة من فوق، الكريزة من فوق التورتة، هو انك تلاقي الطرف الآخر بيقولك جملة من الجمل الأعظم على الإطلاق، وهي أنا حكيت لماما عنك، أنا حكيت لعمو حمدي البواب عنك،
لما نتجوز هاخدك باريس. انا حاسس ان عمري ما استريحت لحد بالشكل ده، وكل ده وانتوا ما بقالكوش اسبوعين بتتكلم. طب انا بكل المعلومات دي حاسه ان انا ما بقتش عارفه اعرف ازاي لو الحد اللي قدامي بيهتم بيا بجد ولا بيلوف بومب مي زي ما بتقولي. كلمه الحق لازم تتقال. مش اي اهتمام في اول العلاقه او في اول الصداقه هنلبسه تهمه ان هو لوف بومبينج. في حاجات هتساعدنا ان احنا نفرق ما بين اللوف بومبينج وما بين اهتمام الناس المحترمه اللي هو بجد. في ارتكل كتبتها بيانكا لندن في مجلة جلامر البريطانية ونشرتها في أبريل 2023، بتحكي فيها وبتشرح لنا ازاي نفرق ما بين اللوف بومبينج وما بين العلاقات اللي فيها اهتمام ولكن العلاقة ماشية برتم سريع شوية، اللي خلينا نشك هي لوف بومبينج ولا علاقة عادية. والمقالة كانت قايمة على 4 نقاط، تعالوا اعرضهم عليكم واقول لكم هما ايه بالظبط. اول حاجة الاستمرارية. لو الشخص اللي قدامك دايما مهتم بيك وبيشاركك تفاصيل حياته مش بس في اول العلاقة، يبقى احنا كده في السليم، ودي مجرد علاقة عادية ولكن ماشية بسرعة شويتين 3. لان من سمات ومن علامات اللوف بومبينج ان هو بقوة ومدته قصيرة جدا. تاني حاجة وهي التحكم. لو لقيت الشخص اللي قدامك بيحاول يتحكم فيك ويسيطر عليك ويبعدك عن الناس التانية اللي ممكن تكون موجودة في حياتك، يبقى ألف مبروك، انت كده you're being love bombed، وده love bombing مش علاقة ماشية بسرعة. ولو تفتكروا ده بالظبط اللي حصل مع مريم لما ميرنا كانت عايزة تتحكم فيها وتبعدها عن صحابها القدام. تالت حاجة وهي التبادل. لو انتوا كطرفين في العلاقة أو في الصداقة بتتبادلوا الاهتمامات أو الاهتمام ببعض، يعني من الآخر بتتبادلوا أطراف العلاقة، تبقى علاقة تمام جدا ولكن ممكن تكون ماشية بشكل سريع شوية. على عكس اللوف بومبينج اللي بيكون فيهم طرف عمال يغرق الطرف التاني مشاعر وحب واهتمام بس مش ملتفت لرغبة الطرف التاني نهائيا. رابع وآخر حاجة هي الاحترام. لو الطرفين محترمين مع بعض ومحترمين الباوندريز أو الحدود بتاعة كل واحد فيهم من غير ما طرف فيهم يجبر الطرف الآخر على حاجة، يبقى احنا كده تمام. وده بالظبط اللي اتكلمنا عليه قبل كده في حكاية الحدود في العلاقات. في النهاية اللي عايزة أقوله وإن بحاول أقوله في كل حكاية هو إن العلاقات الإنسانية يمكن تكون شيء معقد، ولكن من غيرها الحياة ملهاش طعم. فمش هنعزل نفسنا عن العالم، ولكن يكفي جدا إن احنا ناخد حذرنا الكافي. بتمنى لكم صداقات وعلاقات سعيدة وهادئة. حكاية التلات هي بودكاست أسبوعي موجودة على أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالإنجليش. نتقابل التلات الجاي.